السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بالكم الباف أو الكم المنفوخ. مسميات بتختلف. أول شيء أنا بنزل فيه 2 سنتي، من بعد 2 سنتي بنزل 14 سنتي اللي هي طول الحفرة. دائما احنا أكثر الأحيان بنخلي المسافة 14 لما نعمل الكم، حفرة الكم. برجع بنزل 14 سنتي بعد الخط الأول، بعمل خط ثاني 14 سنتي. 14 سنتي هاي هون بنزل من الخط الأول، باخذ مسافة مثلا كم بدي، عرض الذراع مثلا أو عرض الكم. بنزل هاي هون أخذت العرض، بعد هيك ننزل هاي هنا ناخذ خط حتى نرسم الكم. الكم مقاس الكم من الخط هذا اللي نزلت فيه، وهذا مقاس الكم الأساسي. يعني مثلا إنه طول الكم 60 مثلا، المسافة اللي من فوق هاي تيجي للكسرات تبعت الكم البف. هاي هون أنا أخطأت بالإشارة، لازم الخط لتحت، بس أخطأت، خطأ مني يعني. هون برجع بصحح بنزل بالخط لتحت الخطأ اللي عملته. هاي هون رسمنا شكل الكم. هاي هون الكم بناخذ من رأس الكم لتحت، هذا طول 60. المسافة اللي من فوقهم بطلع 5 سنتي، بعمل التفاف. هو أنا لازم يعني الالتفاف كان يعني أخذت مسافة أكثر. هاي المسافة كلها مسافة 14 سنتي. هاي أول خط، هاي كلها للكسرات، الكشكشة أو الزم. كمان المسميات بتختلف. وشكرا يلي دخلتوا عندي على القناة، شكرا لكم مع تفاعلكم. يا ريت لايك وفعلوا الجرس، إن شاء الله بننزل، بضل أنزل هيك يعني إن شاء الله. بس يكون عندي وقت فراغ بنزل لكم باترونات أو بنشوف شو بنعمل من فيديوهات. هو سهل يعني، ما بده شيء. أنا كل مرة بعمل على الورق، بس المرة مباشرة على القماش. هون دائما لازم نثني من تحت، إذا يعني بدنا نعمل أستيك نثني 2 سنتي ونقص دائما. يعني هاي لازم تكون، إذا بدنا نركب أستيك مثلا أو بدنا نعمل له مثلا كفة 2 إصبع. هاي هون الكسرات شايفين، بس أنا ما كبرت المسافة من العرض، يعني أقصد من فوق. وبس هيك، وشكرا لكم.